رب ضارة نافعة ومصائب عند فوايد. فاكرين الحاج الجولاني اللي بقى زعيم سوريا دلوقتي؟ فاكرين الثورة السورية؟ فاكرين إنشاء إسرائيل؟ تسمعوا عن واحد اسمه عبد الله أوجلان؟ فاكرينه طبعا، صح؟ عبد الله أوجلان ده هيطلع من السجن قريب إن شاء الله، وهيتحول إلى رئيس دولة. ده توقعي، إلا إذا كان بقى في دماغهم حد تاني بقى. مساكين الأكراد طول عمرهم صعبانين عليا، وطول عمري بنادي إن يبقى لهم مكان. شوية محتاسين في قصد، محتاسين في سوريا طلعان عينيهم، وشوية فوق الجبال بين العراق وبين تركيا، وشوية في العراق، وشوية في إيران مهضوم حقهم، وشوية في تركيا مضروبين بالجزمة وزعيمهم مسجون في السجن. أخيرا هيبقى لهم دولة. وشكرا للحاج خامئني، شكرا للمرحوم خامئني. ما تفهمش ازاي 4 أيام، ما تفهمش ازاي تم تسليحهم، بقوا مسلحين وجيش بالآلاف، وبدأوا يدخلوا ايه، بدأوا ينتشروا بقى في في غرب إيران، وشويتين وهيوصلوا لحد فين معرفش، وهيسيطروا على جزء، ويقول لك هي دي الدولة الكردية بتاعتنا بقى، وكله هيزغرط، بس كله هيبقى مبسوط. تركيا أول بلد هتساعدهم وهتبقى مبسوطة وفرحانة قوي. خلصت من قرفهم، وهتطلع لهم الزعيم بتاعهم من السجن وتخليه يبقى رئيس عليهم. طول عمره راجل الثورة، وطول عمره راجل المجاهد الكبير والحاجات الحلوة دي، وبقى لكم دولة يا أكراد في الآخر. طبعا اللي عايز بقى الأكراد بتاع سوريا عايزين يسيبوا سوريا ويبيعوا أراضيهم ويروحوا هناك في بلدهم، بلد الأم بقى، يبقى كله مع بعضه، هم حرين. في الأول وفي الآخر نهاية هيبقى لهم بلد يحجوا ليها، بدل ما هم مش شاططين يا عيني في كل حتة كده، هيبقى ليهم بلد يحجوا ليها. عموما إيران كبيرة، وكنا إن احنا هنقسمها 3 أو 4، في الغالب هتبقى 4. عملية سهلة وهتبقى لسه كبيرة برضو، ما فيش فيها مشاكل. ف مرحى بالدولة الكردية الجديدة. وعرفتوا ازاي؟ ما تفهموش يعني ازاي بيتم تسليح الناس بسرعة والاستعانة بيهم بسرعة، وأوام أوام أوام، زي ما في يوم وليلة كده بصينا لقينا الجولاني جاي وداخل بالناس بتوعه، وتك تك 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 داخل. فدول برضو تك تك مهدوا لهم الطريق هم هناك، وظبطوا لهم الأمور، وهيخش هيلاقي الدنيا قدامه ومفيش أي مشاكل، ومبروك للأكراد. بس كده.